طيب بعد ما عرفت القطاعات بتاعتي بتاع الأعمدة بتاعتي، زودت فيها نسب التسليح وزودت القطاعات. يعني عرفت قطاعات 300 في 600 و 300 في 700 و30 في 90 و30 في متر و30 في متر و10 و30 في متر و20، وزودت نسب التسليح بتاعتي. كده أنا عرفت القطاعات بتاعتي كلها، ورجعت عملت له 1 وقلت له ستارت تشيك على الأعمدة بتاعتي. طيب هروح هنا على البلان واقول له هات لي البيزمنت، هقول له اوكي. اول دور عندي. طيب هبدا بقى اشوف الاعمده بتاعتي. يعني مثلا لو ضغطت مثلا على العمود ده كده كليك يمين وبدات اشوف الكباسيتي ريشيو بتاعته اهي، هلاقيه كام؟ بص يعني باقي له حاجه بسيطه ويسيف. كام ده اهو؟ 9 91 من كام؟ من 100. ونسبة الحديد اللي أنا فايضها فيه كام؟ 1.12. طيب وهو العمود ده كان في كام؟ 300 في 600. يعني أنا لو زودت العمود، أنا عندي العمود ده في الكورنر بس أنا عايز أخليه كام؟ تعالى خليهولي 300 في 1000 لغاية كده معين، هقول لك عليه بعدين، هقول لك أوكي. طيب نرجع العمود ده تاني أهو، هلاقيه سايف معايا جامد صح؟ طيب ممكن أغيره. لا أنا هخليه كام؟ 300 في 1000 زي ما هو، لان انا عندي البلاطه دي داخله هنا كده جزء شويه، فانا عايز اكبر العمود ده كده معايا. ماشي. طيب تعال نشوف عمود تاني. تعال نشوف مثلا العمود ده، نقول له كليك يمين نشوف الكباسيتي ريشيو بتاعته كام؟ 1.87. والحديد بتاعه كام؟ 1.12. والعمود ده بعده كام؟ 30 في 60. طيب اروح اغير القطاع بتاعه شويه. تعالى هنا، تعالى اقول له كده هات لي عمود 300 في 1100 والتسليح 26 في 25، وهقول له اوكي وهقول له اوكي. هلاقيه سيف معايا. بص كام طلع معايا كام القيمه؟ طلع معايا كام؟ 89. يعني باقي له حاجه بسيطه خالص ويوصل ل 9 من 10 يبقى نصيب. يعني انا كده مسيفه على ايه؟ على اخر حاجه معايا. طيب هقول له اوكي، انا كده سيفت العمود ده. جميل. طيب تعال نشوف العمود ده. نشوف العمود ده بتاعي معايا كام؟ 1.73. وانا القطاع بتاعه كام؟ 600 في كام؟ في 300. طيب هغير ده. تعال نخليه برضه نفس القطاع زي اللي جنبه ونشوف القيمة بتاعته. شوف هلاقيه وصل ل 8 من 10. يعني ممكن اقلله شوية كمان واشوف هيسيب معاه لا. يعني ممكن نخليه 300 مثلا في 1100 زي ما هو، بس ايه، لا تعالى ممكن نخليه 300 في 1000 و14 في 25 ونشوف هيسيف معايا ولا لا. يا لقيته مسيف معايا. وصل لكام؟ ل 88 من 100. يعني حاجة بسيطة يوصل للتسعة يبقى نسيف. يعني كده تمام معايا. هقول له اوكي كده سيف معايا. طيب تعال نشوف باقي الأعمدة. نمسك عمود. تعال نبص هنا كده الكباسيتي ريشيو بكام؟ بواحد و4. دوس عليه كليك يمين. القطع كام؟ 300 في 600. طيب هغير 1 و4. تعال نخليه 300 في 900 و20 في 25 ونشوف هيسيف ولا لأ. تعال ندخل ونشوف دي كام؟ 7 من 10. يعني سيف بزيادة كمان. طيب تعال نقلل القطع شوية كمان، نخليه 300 في 900 مثلا 10 في 22. تعالى 300 في 900 ونخليه 10 في 22 ونشوف. تعالى نخش نشوف 76 برضه سيف بزيادة. طيب تعالى نقلل شوية كمان، نخليه 300 في 800 نخليه مثلا تعالى نشوف 22 في 18 ونقول له اوكي. تعالى نشوف هيسيف معايا ولا لا. طالع معايا كام؟ 94 من 100. كده انسيف. لا يبقى ارجع ازود قطع كمان شويه. انا مخليه 300 في 800 12 22 في 12. تعالى نخليه 300 في 800 18 في 25 ونشوف هل هيسيف ولا لا. تعال نبص كده القيمه كام؟ 8 من 10. 8 من 10 التسليح بتاعي كام؟ 4 او 3 و8 وايه و60. طيب هل في قطاعات تانية اقدر العب فيها؟ تهيألي كده ايه يعني 18 25 كان 22 فاي. تعال نقول له 22 فاي 20 ونشوف هيسيف ولا لا. مش ده اللي كنا عاملينه تقريبا؟ لا تعال نشوف كده. هلاقيه كام؟ مسيف معايا واصل لل 88. يبقى سيف معايا بالظبط. يبقى حلو قوي. طيب نشوف باقي الاعمده وهكذا طول ما احنا ماشيين. تعال نشوف الكباسيتي ريشيو بتاعته كام؟ 1 و2. يعني في الغالب نخش هنا نغير القطاع بتاعي
ممكن نخليه 300 في 800 وكام و22 في ايه 18 ونشوف هيسيف معايا ولا لا. وهدخل كده اشوف طلع كام 94 يعني لسه محتاج شويه كمان. يبقى ممكن اخليه 300 في 800 كام 22 في 20 ونشوف. وهو اشوف القطاع بتاعي كام 88 حلو قوي. يبقى كده جميل خالص. هقول له اوكي وهقول له اوكي. هروح بقى اظبط باقي الاعمده بتاعتي كلها زي كده. اشوف العمود بتاعي انه اللي سيف وانه الايه الانسيف واغير القطاعات بتاعتي زي ما انا كده. طيب بعد ما سيفت القطاعات بتاعتي وغيرت القطاعات بتاعتي كلها عشان تبقى الاعمده بتاعتي كلها سيف، هروح بعد كده الغي ران واغير بقى القطاعات بتاعتي في كل الادوار بتاعتي. اقول له اوكي. تعالى كده نجيب ال 3 دي. تعالى الاول هنا اروح لي على دي واقول له ظهر لي الايه السكشن بروبرتيز، يعني ظهر لي الايه الالوان بتاعه الايه بتاعه الاعمده بتاعتي وهقول له اوكي تمام. طيب تعالى لي هنا بقى كده على هات لي ال 3 دي. هبص على الاعمده بتاعتي كده تعالى مثلا نبص على العمود ده كام 300 في 600. وبص على عمود تاني. تعالى نجيبه مثلا من هنا. العمود ده تقريبا كنا مغيرينه مش الجوين بقى، انا عايز العمود نفسه. ده كام 300 في 600. طيب اقول له هات لي البلان واقول له هات لي البيزمنت واقول له اوكي. طيب كده العمود ده اهو تمام. تعالى لا اسف تعالى نعمل رن تاني. طيب كده بعد ما قلت له اظهر لي الوان الاعمده من هنا وقلت له سيكشن بروبرتيز فكده هيظهر لي الايه الالوان بتاعه الاعمده بتاعتي. جميل جدا. طيب دلوقتي انا عندي العمود ده. لو انا بصيت هنا مثلا تعال نشوف مثلا العمود ده اهو ماشي. لو طلعت في الدور اللي بعده هلاقي العمود ده ايه 30 في 60 متغير. يبقى انا كده لما غيرت قطاعات الاعمده عشان اسيفها سيفتها فين في البيزمنت بس ما سيفتهاش في الاضاءه. طب اعرفها منين؟ تعال بص كده على السي دي هلاقي بص كده ايه قطاعات الاعمده تحت اهي اللي انا غيرتها اللي هي كانت ان سيف وانا غيرتها عشان تبقى سيف معايا اتغيرت فين في البطون بس. طب انا عايز اغيرها في كل الاعمده. لو انا بصيت مثلا على القطاع هنا كده كليك يمين ده قطاع كام 300 في 700 و20 فاي كام 20 صح. يبقى انا هقول له هات لي البلان وهقول له هات لي البيزمنت وهقول له اوكي. يبقى انا القطاع ده كده لما احدده كده واقول له اول ستور الاول ستوري عندي يبقى انا هحدد كده 11 دور هروح اغيره واقول له اساين فريم سيكشن وهقول له كام 300 في 700 كان كام 20 صح كده. كان 300 في 700 20 ايه 20 وهقول له ابلاي. واجي تعالى كده نطلع ونشوف. هطلع كده الدور اللي بعده هلاقي القطاع بتاعي اتغير فين في كل الادوار بتاعتي في كل الايه الادوار بتاعتي. يبقى ده اللي انا عايز اعمله. عايز اشوف القطاع بتاعي هنا وارجع اغيره بقى في كل الادوار. طيب انا بقى هنا تعالى كده اقول له اوكي. انا المفروض بقى اعمل ايه؟ يا اما هو هشوف في ال 3 دي اشوف كده القطاع بتاعي ده اهو شوف كده اتغير كله بالايه بالقطاع بتاعي اللي هو كام اهو كام 300 في 720 فاي كام 20. يبقى انا محتاج بقى اروح اشوف القطاعات بتاعتي كلها. ادي القطاع ده 300 في 800 كام 18 في 25 ومن فوق كام 300 في 600. لا انا عايز بقى اغير القطاع بتاعتي كلها. تعال نجيب البلان ونجيب البيزمنت وهقول له اوكي. لو انا بصيت مثلا على القطاع ده اهو لو انا جيت من هنا ودوست كليك يمين مش هيظهر لي معايا ايه اسم القطاع بتاعي مش هيظهر. يبقى انا اما اروح اشوفه في 3 دي واجي احدده من هنا واقول له اساين واغيره يا اما ممكن نعمل حاجه تانية. تعال بقى نغيرهم قطاع هقول له سيلكت تعال هات لي البروبرتيز وهقول له هات لي الفريم سيكشن وهقول لي بقى عرفهم لي حددهم لي اظهر لي قطاع. يعني هات لي القطاع اللي 300 في 600 ده وهقول له سيلكت تمام واقول له كلوز اقول له كليك يمين شو سيلكت قول لي. يبقى هو هيخفي لي كل القطاعات ويسيب لي القطاع واحد اللي هو كان كام ده. تعال كده نجيبه في السي دي اللي هو كان كام اللي هو القطاع ده اللي هو كام 300 في 600 18 في ايه 18. هات لي كده بقى البلان تاني. يبقى انا كده هقول له اوكي. همسك القطاع ده في الاول ستوري واحدده كده واقول له اساين فريم
سيكشن بروبرتيز وهقول له ده كان كام؟ 600 في 300 في 600 كام؟ 18 في 18 وهقول له ايه؟ ابلاي. كده غيرهولي في كل القطاعات. اقول له اوكي. تعالى كده نطلع في اللي بعده، هلاقي القطاع ده موجود معايا فين؟ في كل القطاعات بتاعتي. طيب تعالى كده نشوف كده تاني. تعالى نشوف شو الاوبجكت. تعالى القطاع ده اهو كان كام واحد؟ هطلع الاقيه معايا في كل البلانات ايه بتاعتي موجود معايا. طيب تعالى نجيب له تاني بقى. سيلكت بروبرتيز وهقول له هات لي الفريم. انا كده خدت القطاع الاول، هقول له هات لي بقى القطاع الثاني ده 300 في 624 هل هو موجود ولا لا؟ اقول له سيلكت كلوز، كليك يمين، شو سيلكت، قول لي هل ما عنديش منه ايه القطاع ده. انا عايز فين؟ انا عايز فيه البيزمنت. اقول له اوكي. تمام، مش موجود عندي القطاع ده. يبقى اروح اشوف القطاع اللي بعده. سيلكت واقول له هات لي البروبرتيز وهقول له هات لي الفريم سيكشن واشوف القطاع اللي بعده 300 700 كام؟ 20 واقول له كلوز. اقول له ايه؟ شو سيلكت، قول لي الاربع قطاعات بتاعتي دول بقى اعدلهم ايه؟ دول في البيزمنت بس. يعني لو طلعت الدور اللي بعده مش هلاقيهم موجودين، لان في القطاع اللي بعده فوق كام؟ 60 في 60 صح؟ ده الوحيد اللي انا غيرته. يبقى انا عندي دول كلهم كانوا القطاع الثالث اللي هو كان كام؟ قلنا كان كام اهو. سيلكت بروبرتيز فريم اللي هو كان كام ده؟ 300 في 700 20. تمام كده. يبقى كليك يمين، شو سيلكت، يبقى حدد بقى دول كلهم كده في الاول ستوري واقول له ايه؟ اساين فريم سيكشن بروبرتيز وهقول له كام؟ 300 في 700 20 وهقول له ايه؟ اوكي. كده ايه؟ اتغيروا في كل الاضاءة ايه بتاعتي. طيب تعال نجيب اللي بعده. هقول له سيلكت اساين قصدي بروبرتيز وهقول له فريم وهقول له القطاع اللي بعده كام؟ 300 في 700 20 في 22 هقول له سيلكت وهقول له كلوز. طيب تعالى كليك يمين، شو سيلكت، قول لي في عندي قطاع واحد بس اهو، حدده كله في الاول، اتاكد ان انا عامل ايه؟ اقول له ستوري عندي وهقول له اساين فريم. تعالى اقول له سيكشن وهقول له هات لي كام بقى؟ ده 300 في 700 22 وهقول له اوكي. طيب اشوف القطاع اللي بعده. تعالى الاول بس كده على قائمه ديفاين واقول لي سيكشن وقول لي هات لي الفريم واحذف لي القطاعات اللي انا مش محتاجها. ديليت مالتبلاي هيجيب لي القطاعات اللي انا مش محتاجها معايا. لا انا هخلي بس القطاع ده، احذف القطاع ده وهقول له اوكي. تعالى احذف الاثنين دول وهقول له ديليت وهاخد ده معايا برضه واقول له ايه؟ ديليت واقول له اوكي. تعالى اوكي. طيب هاجي على بقى كده سيلكت وهقول له هات بروبرتيز وهقول له هات لي الفريم سيكشن وهقول له القطاع الايه اللي بعده. انا خدت الاثنين دول اللي هم 700 هاخد بقى اللي هو كام؟ 800. اول واحد في ال 800 اقول له سيلكت اقول له كلوز، كليك يمين، شو سيلكت، قول لي هلاقي جاب لي القطاع بتاعي بس. هقول له في الاول ستوري عندي واقول له ايه؟ اساين فريم، هقول له هات لي سيكشن وهقول له كام ده؟ 300 في 800 وهقول له اوكي. هلاقيه اتغير عندي في كل القطاعات بتاعتي. طيب تعال نتاكد لك كده. تعال نتاكد لك. هقول له هات لي الاوبجكت تايب واقول له هات لي الكولوم واقول له سيلكت، كليك يمين، شو سيلكت ايه؟ قول لي. هلاقي جاب لي القطاعات بتاعتي بتاع الاعمده. تعالوا كده نشوفهم في ال 3 دي. هلاقي الاعمده بتاعتي اللي انا غيرتها اهي ظهرت معايا ولا لا؟ ادي الكام عمود دول اللي بالاخضر دول والسماوي ده ولا اللبني ده. طيب هلاقي الاعمده بتاعتي كلها ايه؟ اتغيرت اهي. يبقى اروح بقى اكمل زي ما انا. في عندي كام عمود تاني اهو، كام عمود تحت تاني اهو برضه محتاجين ايه؟ يتغيروا. طيب تعالى اقول له سيلكت اقول له هات لي البروبرتيز واقول له كام الفريم وانا وصلت لحد 300 في 800 ده. اروح على 300 في 800 ايه التاني وهقول له سيلكت، كليك يمين، شو سيلكت، قول لي. تمام. هلاقي ظهر لي ايه؟ القطاع بتاعي. هات لي بقى البلان كده في البيزمنت وهقول له اوكي. طيب يبقى هو القطاع ده بس الوحيد اللي ظهر معايا. طيب في الاولوستري برضه هقول له اساين فريم سيكشن بروبرتيز وهقول له هات لي بقى ده كام؟ 300 في 800 القطاع الايه التاني وهقول له اوكي. تمام كده اتغير معايا. تعالى سيلكت بروبرتيز، قصدي سيلكت بروبرتيز اسف. احنا يعني في الغالب كده هنروح بقى نغير بقى كل القطاعات بتاعتك. روح بقى غير كل القطاعات بتاعتك زي ما انت كده لحد ما تخلصهم ايه كلهم. هغيرهم كلهم وهنقدم بس شويه.
طيب بعد ما غيرت بقى القطاعات بتاعتي كلها، هبص كده على العمود هلاقيه من تحت لفوق هو قطاع واحد، من تحت لفوق هو قطاع واحد. كام؟ 300 في 700. هلاقي القطاعات بتاعتي كلها من تحت لايه؟ لفوق قطاع واحد. طيب بعد ما غيرت الاعمده هلاقي ان في عندي اعمده اتغيرت، الضرب بتاعها اتغير. طب ازاي؟ طيب هقول لك دلوقتي. تعالى كده اجيب البلان هات لي البيزمنت وهقول له اوكي. طيب لما ابص كده على البلان شوف كده الاحظ ان الاعمده كلها الضرب بتاعها بقى رأسي. طب انا هعرف منين ضرب الاعمده؟ هروح اقول له هات الدي اكس اف بتاعي، ظهر لي الدي اكس اف. تعالى هنا كده واقول له هات لي الاركتشر بلان لاير واقول له اوكي عشان يظهر لي اللاير بتاعتي معايا، تظهر معايا هنا. واقول له هنا كده تعالى. طيب تعالى كده نجيب السي دي. شوف الاعمده بتاعتي ظهرت فوق خالص، يبقى انا ما كنتش يبقى انا كنت حاسب الدي اكس اف بتاعي من هنا. طيب هقول له تعالى كده ندخل على الاركتشر لاير. انا كده ظاهر معايا الايه؟ الاعمده بس. انا الاقي عندي متحدده كلها. انا هقول له دي سيلكت واقول له هات لي بس الاعمده، انا عايز اشوف بس الايه؟ الاعمده بتاعتي. طيب تعال نجيب بقى دي اكس اف. اقول له فايل امبورت هات لي دي اكس اف بس، انا هدخله بس عشان ايه؟ اخد منه الاعمده بتاعتي. هقول له هات لي البيزمنت وهقول له اوبن. اقول له حطه لي في البيزمنت طبعا بالمتر لان انا عامله بالمتر. الاقي ينزل لي فين؟ لا انا عايز في البلان. انا قلت البيزمنت وهقول له اوكي. طيب لو انا بصيت بقى تعالى كده نقول له اوبشن او تكتشر اللي انا اقول له دي سيلكت واقول له هات لي بس الاعمده، صير لي بس الايه؟ الاعمده بتاعتي. لو بصيت بقى على كل بلان يعني شايف العمود ده المفروض العمود كده هو متغير الضرب بتاعه كده، عمود زي ده بعد القطاع الجديد بتاعه، عمود زي ده الضرب بتاعه متغير، عمود زي ده الضرب بتاعه متغير. يبقى انا بقى عايز احدد كل الاعمده عندي اللي الضرب بتاعها متغير. هقول له برضه في الاول ستوري برضه طيب همسك العمود ده عايز اغير الضرب بتاعه صح، والعمود ده والعمود ده كل الاعمده اللي الضرب بتاعه بص الضرب بتاعه ايه؟ متغير اهو المفروض يتعكس كده. فانا هحدد كل الاعمده اللي الضرب بتاعها متغير. تعالى الاثنين دول معايا وده معايا وده كل الاعمده اللي المفروض الضرب بتاعها متغير اللي باينه لي فيه الدي اكس اف بتاعها حددها كلها. في حاجه تاني؟ الاثنين دول. في حاجه تاني؟ اظن كده مفيش اي اعمده ايه تانية. انا كده خدت كل الاعمده اللي الضرب بتاعها متغير معايا. طيب بعد ما حددت الاعمده بتاعتي هعمل ايه؟ طيب بعد ما حددتهم كلهم طيب هروح بقى هنا على الساين اتاكد ان انا في الاول ستور عشان اغير الاتجاه بتاعهم في الادوار كلها. هقول له على الساين وهقول له هات لي فريم وهقول له هات لي اللوكال اكسس واقول له غير لي الزاويه بتاعتهم كام؟ 90 درجه وهقول له ابلاي. هلاقي الاعمده بتاعتي فوز لو اللي كانت كده اهو. هلاقي الاعمده بتاعتي ايه؟ اللي انا حددتها كلها ايه؟ اتغيرت معايا. اتغيرت معايا وهقول له اوكي. تمام كده الاعمده بتاعتي كلها اتغيرت. عايز امشي اعمل لي فيش كده عشان امشي بس الايه؟ الاسهم بتاعتي. يبقى انا كده الاعمده بتاعتي شوف نسينا واحد هنا اهو احدده. هو اقول له في الاول ستوري واقول له assign فريم لوكال ايه اكسس واقول له خليها 90 واقول له اوكي. تمام راح اعمل لي ريفرش كده. يبقى انا كده الاعمده بتاعت الضرب بتاع الاعمده بتاعتي كله ايه؟ اتغير. طيب فاكر بقى ان انا قلت لك سيب لي العمودين دول لان انا العمود ده انا اصلا عامله مصممه ان هو يبقى 30 في متر. طب انا عامله كده ليه؟ لان انا عندي البلاطه داخله معايا كده شويه فانا مش هوديه كده شويه والاقي البلاطه داخله هنا ايه معايا. فانا اصلا مصمم العمودين دول ان هم كام؟ 300 في متر. كان العمود كان العمود ده وكان العمود ده وكان العمود ده كده ايه؟ هو كده تمام معايا. هما كانوا الاتنين دول اللي زي بعض. ماشي كان عندي ايه العمود ده؟ العمود ده كان مت. تعالى امسكه كده العمود ده اغيره بناء على اللي انا كنت عامله. اقول له assign اقول له هات لي الفريم واقول له هات لي السكشن. انا كنت عامله كام؟ 300 في 1100 اقول له ابلاي. تمام. طيب برضو كان عندي كام عمود تاني اللي هو العمود ده والعمود ده الاتنين دول كانوا عندي 300 في ايه؟ في 1000 واقول له اوكي.
تمام كده. انا كده غيرت اتجاه الاعمده بتاعتي. طيب المطلوب مني ايه بقى دلوقتي؟ المطلوب مني اروح اعمل رن واشوف الاعمده بتاعتي، لعل وعسى ممكن يبقى فيه اعمده مش مسيفه او حاجه، ولو لقيت حاجه مش مسيفه هروح اعدل فيها واغير القطاع بتاعها وارجع اظبط الضرب بتاع الاعمده برضه بتاعي تاني، وابقى انا كده صممت الاعمده بتاعتي. وما الا ان انا هاخدها بعد كده اصدر قطاعات الاعمده بتاعتي دي، هوديها على الاوتوكاد عشان اعمل لوحه المحاور والاعمده، وبكده اكون صممت الاعمده بتاعتي.